عين الاتحاد الهولندي لكرة القدم الدوليين السابقين إبراهيم أفلاي وإسماعيل العيساتي ضمن الإدارة الفنية المشرفة على الفئات السنية لمنتخب هولندا في خطوة ذكية لمواجهة المواهب الهولندية ذات الأصول المغربية التي تفضل اللعب مع المنتخب الوطني المغربي عوض هولندا. بعدما نجح الاتحاد المغربي في السنوات الأخيرة في استقطاب الكثير من اللاعبين الذين تلقوا تكوينهم هناك وعزز بهم المنتخبات المغربية في جميع فئاتها. سيتولى أفلاي مهمة مساعد مدرب المنتخب الهولندي تحت 19 سنة، بينما سيعمل العيساتي مساعدا لمنتخب أقل من 17 سنة لوقف رحيل اللاعبين تجاه المغرب. خسر الاتحاد الهولندي الكثير من المواهب بفضل تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع أسر وعائلات اللاعبين المغاربة. وجاء اختيار الاتحاد الهولندي لكل من العيساتي وأفلاي لأنهما من أصول مغربية قادرين على إقناع المواهب المغربية المكونة في هولندا، لأن أفلاي رفض دعوة الاتحاد المغربي لتمثيل منتخب المغرب في فترة سابقة، ونجح في مساره الرياضي برفقة منتخب هولندا وخاض برفقته كأس العالم، بينما العيساتي أدار ظهره للمنتخب الهولندي واختار المغرب، لكن تجربته كانت فاشلة ولم يخض سوى مباراتين فقط، ولم توجه له الدعوة بعدهما. وستساعد أصول العيساتي وأفلاي في التواصل مع أسر المواهب المغربية في هولندا، حيث ينحدران من منطقة الريف شمالي المغرب، وهي المنطقة ذاتها التي ينحدر منها أغلب الجالية المغربية في هولندا، حيث إن الاتحاد الهولندي كان ذكيا جدا في اختياره، لأن المدربين الهولنديين السابقين في الفئات الصغرى لمنتخب هولندا لم يحسنوا التعامل مع أبناء المهاجرين، ولم يتفهموا وضعهم الاجتماعي وحاجياتهم النفسانية، عكس أفلاي والعيساتي الذين ينحدران من الوسط الاجتماعي نفسه، وسيكونان قادرين على احتواء المواهب المغربية وحث أبرزها على الانضمام إلى هولندا ورفض دعوات الاتحاد المغربي. ولعب أفلاي 53 مباراة مع المنتخب الهولندي قبل أن ينهي مسيرته في أوائل عام 2021، بينما توج العيساتي بطلا لأوروبا مع فريق الناشئين الهولندي عامي 2006 و2007، ثم اختار بعد ذلك اللعب دوليا مع المغرب، حيث لعب مباراتين فقط، وظهر كل من أفلاي والعيساتي للمرة الأولى في بداية القرن الحالي باعتبارهما موهبتين كبيرتين في نادي أيندهوفن، حيث لعب أفلاي لأندية برشلونة الإسباني وشالكا الألماني وأولمبياكوس اليوناني وستوك سيتي الإنجليزي، لكن مسيرته تميزت بكثرة الإصابات، فيما انتقل العيساتي من فريقه الأم أيندهوفن إلى تيفينتي وأياكس وفيتيس في هولندا، كما خاض تجربة احترافية في الدوري التركي. وسيعمل أفلاي بجانب مهمته في المنتخب الهولندي تحت 19 سنة مساعدا لروبن فان بيرسي مدرب فريق فينور تحت 18 عاما.